لو عايزة تعملي حاجة سريعة وحلوة وما تاخدش منك وقت وطعمها تحفة، هيبقى هو الكوكيز ده جنب فنجان القهوة بقى، جنب كوباية شاي بالنعناع كده او كوباية شاي بحليب. تحفة. مقاديره سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله موجودة في كل بيت. نعمله في دقايق مع بعض، ما بياخدش وقت خالص، لا في تسوية ولا في تشكيل ولا في اي حاجة خالص. تعالوا يلا نشوف عملناه ازاي. بس الاول ننزل على الكومنتات، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مقاديرنا مع بعض. اول حاجة عندي معلقتين كبار من الزبدة، معلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. وهنزل عليهم بنص كوباية من الزيت. زيت ما يكونش ليه ريحة، ما يكونش ليه طعم، حاجة تكون نظيفة علشان هتاخدي طعم الكوكيز من الحاجات المكونات دي. وهنزل كمان بنص كوباية سكر، انا استخدمت سكر حبيباته ناعمة جدا. لو حبيباته خشنة يبقى يفضل انك انتي تطحني السكر، او لما بتحبيش طعم السكر باين في الكوكيز هتطحني السكر، يبقى تحطي مكانه نص كوباية سكر مطحون. هخلط المكونات مع بعض حلوة قوي قوي بالشكل ده. بعد كده هضيف عندي نص كوباية من جوز الهند الناعم. لو ما عندكيش جوز هند ناعم هجيب الجوز الهند الخشن واحطه في المطحنة بتاعتي واديله ضربتين كده، هيبقى معايا حلو قوي. انا عملت كده. هخلط المكونات برضو بالشكل ده كده. هاجي هنا هستخدم عندي معلقتين من النشا. مهمة جدا النشا معايا، النشا بتديني بسكوتة ناعمة وهشة وخفيفة. يعني بجد حلو جدا موضوع النشا، انك تستخدميه في البسكوتات والحاجات دي بدي معاكي نتيجة ممتازة. ولما تضربي النشا بالراحة شوية عشان ما يبهدلش الدنيا زي ما بهدل معايا كده. هخلط حلو قوي بالشكل ده. هكون بقى انا دلوقتي مجهزة عندي كوبايتين من الدقيق، واكون نخلاهم حلوة قوي. هنزل بالدقيق واحدة واحدة، مش هنزل بالكوبايتين مرة واحدة. نوع دقيق عن نوع دقيق بيفرق في ان هو يتشرب السوائل معاكي. نزلت عندي هنا بأول كوباية دقيق، هنزل عليها بمعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وهنزل كمان عليها برشة ملح. وهبدأ أخلط المكونات بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. هبدأ أخلط بالشكل ده كده بايديكي بقى، بمعلقه، بالسباتيولا، اي حاجه موجوده عندك هتخلطي بيها بمنتهى السهوله. هو يعني مش بتعوزي تعجيني خالص. هاجي بقى الكوبايه التانية بنزل بيها بالتدريج بالشكل ده. اخد معايا كوبايتين دقيق الا معلقه كبيره، ممكن عندك ياخد كوبايتين حسب نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه. انا استخدمت الدقيق لجميع الاغراض او لجميع الاستخدامات. بعد كده بقى كده عندي العجينه ممتازه. شايفين انا ما استخدمتش ايدي خالص. شايفين العجينه تحفه. بعد كده بقى هكون مجهزه عندي طبق حاطه فيه شويه جوز هند ناعم. وهبدا اشكل الجوز الهند اللي عندي ده للتغليف. ببدا اشكل بالشكل ده، اعملها كور متساويه واغلفها بالجوز الهند. ممكن تحطي على جوز الهند معلقه سكر كمان، بس هو السكر طبيعي جوه الوصفه، فيعني ما حبيتش ان انا احط سكر على جوز الهند. بالشكل ده كده بمنتهى البساطه، يعني بتعملي احلى شويه كوكيز. الريحه اصلا وانتي شغاله فيه تحفه. مقاديره سهله جدا، ان شاء الله تجربيه وهيعجبك جدا جدا. عندي هنا خلصت الكميه بتاعتي، بكون مجهزه عندي صينيه دهنها زيت، وابدا ارص عندي الكوكيز بتاعي عندي بالشكل ده كده. بدخله فرن سخن على درجه حراره 160. بياخد معايا حوالي 15 دقيقه. بفتح عليه الاول من تحت، وبعد كده بفتح الشوايه من فوق. اول ما ياخد لون عندي من تحت بفتح عليه الشوايه من فوق. بياخد معايا بالظبط 15 دقيقه في السوا. 160 يعني اقل من المتوسط شويه. تمام، عشان لو ما عندكيش تايمر او مش عارفه تظبطي الحراره حلوه قوي. بعد ما طلعته من الفرن بس بيبرد شويه وابدا اقدمه. هش جدا، ناعم زي ما انتم شايفين، مش حاجه جامده كده، لا ناعم وهش جدا. طعم جوز الهند فيه تحفه، وحبيبات السكر فيه اللي متبقي منها جوه البسكوته طعمه حلو قوي قوي. كان في بسكوت زمان كده بنشتريه كان عليه جوز الهند والسكر، ده طعمه قريب منه جدا. وصفة سهلة وبسيطة وسريعة، تقدري تقومي دلوقتي تعمليها وتقدميها لولادك وهما بيذاكروا مع كوباية شاي بحليب، او تشربيها انتي مع كوباية شاي بالنعناع كده او مع فنجان القهوة. الصراحة من احلى انواع الكوكيز اللي الواحد جربها او الواحد مستمر عليها بيعملها على طول. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.